عمرك لاحظت ان اللي بيكتم مشاعره الناس بتقول عليه قوي، واللي بيعبر او بيعيط بيتقال عليه ضعيف؟ كأن التعبير عن احساس بقى تهمة، وكأن البني ادم اللي بيحس بزيادة هو غلطان. المشكلة ان من واحنا صغيرين بيتقال لنا ما تعيطيش، كفاية دراما، خليك جامد. اتعلمنا ان بيحس كتير بيتريقوا عليه، وان اللي بيمشي وهو مكسور ومش بيبين هو اللي بياخد احترام الناس. فبقينا نخبي ونلبس وشوش مش بتاعتنا، ونتعلم ان السكوت هو النجاة حتى لو جواك عاصفة. بس خلينا نفكر لحظة، هو فعلا القوة انك ما تحسش، ولا القوة الحقيقية انك تعترف بمشاعرك وتواجهها؟ اللي بيكتم بيبان قوي، بس من جواه بيتكسر ببطء، وبيسمح لنفسه يعيش احساسه ويتعامل معاه، هو اللي فعلا بيتعافى. المشكلة مش في احساس على فكرة، المشكلة ان المجتمع لسه بيخاف من الضعف، وبيشوف ان المشاعر خطر على الصورة اللي رسمها الانسان المثالي. طب الحل يا دكتور ايه؟ احنا بمنتهى البساطة محتاجين نعيد تعريف القوة. القوة مش انك ما تحسش، والقوة كمان ان ما تسيبش احساسك يكسرك، بل بالعكس انك تتعلم تواجهه وتتعامل معاه وتقوم تاني حتى لو وقعت. ابدأ بنفسك، ما تتكسفش تقول انا متضايق او انا محتاج وقت. كل مرة تعبر عن مشاعرك انت بتكسر فكرة قديمة في المجتمع. ايه خلاصة؟ يمكن المجتمع لسه بيكافئ اللي مش بيحس، بس الجيل اللي جاي هو اللي هيكافئ اللي بيفهم نفسه، لان الاحساس مش ضعف، الاحساس انسانية. وبس كده، كان معاكم دكتورة امل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.